إذن في أمسية ماطرة هنا في عسير نلتقي وإياكم في واحدة من المباريات المهمة في البطولات العربية وافتتاحية مباريات دور ربع النهائي. خروج المغلوب خالد الطريس. من سيقود هذه المباراة؟ من سيقود هذه القمة الكروية؟ كل الأمنيات إن شاء الله تعالى بأن تبقوا معنا في 90 دقيقة ماتعة إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء العربي ما بين شقيقين السد القطري والشرطة العراقي. ماذا عن قائمة الأسماء بالإضافة إلى من يقود المباراة اسمه خالد الطريس ويساعد على مستوى الفيديو الحكم السعودي محمد الهويج، في حين قائمة الفريقين بهذه المباراة نبدأ بفريق السد في تشكيلة مشعل برشم في حراسة المرمى بالإضافة إلى رباعي الدفاع أوتافيو، خوخي بوعلام، طارق سلمان وبيدرو، في حين أكرم عفيف وماتيوس أوريبي، أحمد سيار وبلاتا الذي يعود إلى التشكيل الأساسي مع الفريق، بالإضافة إلى مدافعين بنجاح في اللقطة الماضية من مدافع السد، لكن الكرة تبقى خطيرة بمحاولة عرضية واصلة إلى طارق سلمان. التسديدة الشرطة ضاعت عليه أول أهداف المباراة. طارق سلمان في أداء مرتبك مع بداية المباراة. الكرة مرت بسلام. طارق سلمان يبدو أنه لم يدخل أجواء المباراة. أكرم عفيف مفتاح اللعب بلا شك بالنسبة للسد. الكرة اللعب للهيدوس، الهيدوس يلعبها من الجهة اليمنى. بيدرو بعرضية والراسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرة، مرت الراسية إلى خارج أرضية الملعب. بلاتا في الكرة الماضية الراسية. وأكرم عفيف وبيدرو ميغل وخوخي بوعلام وعلي أسد وسعد الشيب ومشعل برشم وغيرهم من اللاعبين الدوليين، كلها خيارات متاحة أمام المدرب السيد بيدرو ليضع التشكيلة المناسبة في كرة القدم العراقية، والفريق الذي يعتبر أول من توج بالبطولة العربية. أرقام رائعة لهذا الفريق اللي يملك فرصة وتسديدة من مواس، لكن أقرب أنها تكون عرضية واصلة بالفعل على الجهة اليسار للشرطة. عرضية داخل منطقة الجزاء، الإبعاد حاضر لتعود الكرة من جديد وتسديدة من مسافة بعيدة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. عبد المجيد أبو بكر بتسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة المدافعين وكرة اللعب وعرضية واصلة مرت إلى خارج أرضية الملعب. التقدم والانطلاقة من الجهة اليسرى. أحمد يحيى نشوف الآن يتقدم ويلعب كرة عرضية لك وتحركات عناصر السد. الكرة اللعب الأمام السد مع الكرة بتمريرة اللعبت على الجهة اليسار إلى أكرم عفيف. أكرم يلعب كرة عرضية. أكرم في محاولة عرضية اللي أخذ فترة في كرة القدم الأوروبية استفاد منها استفادة كبيرة في فترة احترافية قضاها في الملاعب الأوروبية. الكرة اللعب للشرطة العراقي، تمريرة في محاولة. المباراة في أول 5 دقائق شفنا فيها الهجمات حاضرة، ثم بعد ذلك أكرم عفيف يلعب الكرة لمنطقة الجزاء. الكرة بالراس مبعدة إلى خارج، تعود مرة أخرى للزعيم على الجهة اليسار. السد مع الكرة والمحاولة العرضية. الله، عرضية رائعة كانت من أوتافيو، لكن خوخي بوعلام في مكان التسلل باللقطة الماضية كثيرة في شوط المباراة الأول لم يستفاد منها. ينجح دائما المدافعين في الشرطة العراقي من إبعادها في وسط الملعب بالنسبة للشرطة. الكرة اللعب إلى أكرم عفيف. أكرم في انطلاقة. الكرة اللعب تمريرة واصل الهيدوس. العودة إلى أكرم عفيف. السقوط لأكرم والقرار بركلة جزاء من حكم المباراة خالد الطريس ربما أكرم عفيف وأحمد باسل كلهم بانتظار خالد الطريس ليعطي القرار في تنفيذ ركلة الجزاء. أكرم عفيف، جول! الزعيم السداوي يتقدم عن طريق أكرم عفيف بأول هدف شوط المباراة الأول. أكرم نجح في تسجيل الهدف الأول باللقاء. كرة كانت صعبة على حارس المرمى. خوخي بوعلام مع الكرة في خط الدفاع. بوعلام يلعب الكرة طويلة إلى الأمام. بوعلام لصالح السد. الكرة السداوية مرسلة طويلة بالأمام لكنها سد. تهدئة الأمور في دكة البدلاء بنادي السد. الكرة اللعب لتعود مرة أخرى في صالح الزعيم مع كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء لكنها واصلة عند حارس المرمى أحمد باسل.
هذه الإعادة مرة أخرى، والكبيرة دائما لأحمد فرحان مع الشرطة. عرضية الكرة لمنطقة الجزاء مبعدة من ماتيوس أوريبي. تعود الكرة بتسديد. الله، هنا وقف الصورة، هنا وقف الكاميرا، هنا وقف اللقطة، هنا أمامك أحلى لقطة سجلها الشرطة. 1-1. النتيجة ترجع مرة ثانية للشرطة العراقي بهدف رائع من مسافة بعيدة من يعيدة الخلف إلى مناطقهم الدفاعية للدفاع عن مرماهم. يعرفون بأنهم خطيرين من الكرات الثابتة ومن هذه الكرات بالتحديد. هذه المرة برشم كان يقف، أبعد الكرة لخارج أرضية الملعب. يا لا من تسديدة من إلى ركلة ركنية منفذة. مباراة صعبة، مباراة كبيرة. الراسية يا مشعل، يا مشعل، أشعلوها أمامك يا مشعل، أشعلوها أمامك يا مشعل. مباراة صعبة يا مشعل. شوف العرضية مرة ثانية. مشعل برشم أنقذها في المرة الأولى، أنقذها في الثانية. برشم يتحمل المسؤولية. كان دخل أنقذ كرة ثم أنقذ كرتين متتاليتين ثم السد عند الكرة الآن وتسديدة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. حاول أن يلاعبهم سلاحهم الفتح. بطولة رائعة بجميع النواحي. الكرة تلعب طويلة في الأمام لكنها وصولا إلى دور المجموعات اللي تابعنا فيها مباريات مثيرة ومباريات رائعة إلى أن نصل الآن إلى دور ربع النهائي الذي يبتدي فيها 25 هدف دولي. اللاعب الذي توج بكأس تونس مرتين مع النجم الساحلي وبكأس الاتحاد الافريقي مرة واحدة مع النجم الساحلي. أكرم عفيف من الجهة اليسار. أكرم يقود هجمة من الجهة اليسرى إلى محاولة لانطلاقة وتمريرة لكن الكرة مقطوعة من أكرم عفيف. تعود لصالح الشرطة. مشعل برشم تدخل في وقت مناسب، أبعد الكرة إلى خارج بحول الله تعالى. كرة اللعب. أكرم عفيف يلعب كرة بالجهة اليسار إلى تمريرة عرضية لكنها عفيف يرجع كرة بالخلف. ترجع مرة أخرى الكرة لأكرم عفيف. المحاولة كانت على الجهة اليمنى. ترجع من جديد أكرم عفيف. أكرم يحاول المرور. أكرم يمرر كرة بعرض الملعب واصلة في صالح السد. التمريرة ساقطة إلى منطقة الجزاء. العرضية داخل منطقة الجزاء. سيطر عليها أحمد باسل. سيطر عليه أحمد باسل. مرات قليلة شفنا فيها السد. يلعب داخل منطقة الجزاء، يلعب في عمق منطقة الجزاء. هذه واحدة منها. الكرة اللي لعبت طويلة مجددا السد مع كرة بانطلاقة طويلة في الأمام. المحاولة واصلة على الجهة اليسار. الكرة في محاولة مرور. العرضية إلى منطقة الجزاء والإبعاد جاء من حارس المرمى أحمد باسل اللي بان تألقه. مقطوعة. ترجع مرة ثانية التمريرة بالجهة اليسار لمصلحة الشرطة. الانطلاقة من الجهة اليسرى. الضغط على حمل الكرة لتعود الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت. رمية جانبية. لعبة الرمية الجانبية هذه خطيرة، هذه خطيرة للإنقاذ في الوقت الحاسم في قدم لاعب الشرطة العراقي. شوف اللقطة من جديد. الإعادة لتدخل بغداد بنجاح بهذه اللقطة. خالد الطريس هل يرى فيها ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو وفي الوقت الذي السد يستعد لإجراء تبديل؟ نعم. قرار بركلة جزاء وليس ذلك فحسب. البطاقة ستذهب إلى بغداد بنجاح على التدخل اللي تدخل في اللقطة الماضية. الشرطة يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء ويستعد لتسجيل هدف الثاني في المباراة. آسيو محمد يستعد الآن من أمام مشعل برشم والشرطة من علامة الجزاء. هل ينجح فيها آسيو محمد؟ آسيو محمد تقدم. آسيو محمد بالضبط لعبها مثل ما لعبها أكرم عفيف وسجلها مثل ما سجلها أكرم عفيف وتقدم الشرطة مثل ما تقدم السد. هدف ثاني لصالح الشرطة العراقي. الشرطة يتقدم في المباراة بثاني أهدافه في المواجهة. الشرطة أصبح متقدما على السد. الشرطة يضع قدما على نصف النهائي. الكرة اللعب عرضية لمنطقة الجزاء. الراسية خطيرة لكنها مبعدة من المدافعين. مبعد الكرة الماضية من المدافعين إلى خوخي بوعلام.
خوخي ومحاولة وتسديدة وصلت باتجاه حارس المرمى أحمد باسل. باسل متألق في مباراة جديد في شوط المباراة الثاني مع تقدم الكرة وتسديدة. الله سلامي على الشرطة، سلامي على أبناء العراق، سلامي على أبناء الرافدين. هدف ثالث جميل بجمال العراق وبجمال عناصر الشرطة. ولا لكرة اللعب في الأمام، بلاتا ينطلق ويسدد كرة. الله الله الله، يا هي كرة من بلاتا مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى، إلى محاولة حاول الرد على الشرطة، وبكرة أيضا من خارج منطقة الجزاء. لكأسد نراه بأنه يعاني الأمرين في المناطق الدفاعية ولا يعود في المباراة للتعديل. هذه الكرة تسدد إلى رابع. الله 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 الله، الشرطة بالأربعة ما أروعة. الشرطة يتفنن بشباك السد من كل الاتجاهات، من كل حد وصوب، يقتل مرمى مشعل برشم من كل الاتجاهات بربع. كرة أحمد باسل أخطأ فيها، ترجع لأكرم عفيف استغلها. أحمد باسل اقترف خطأ، أتاح للسد أن يقلص الفارق ويصبح على بعد هدفين. برافو بغداد بنجاح، ما كان فيها أناني، على طول فكر بأكرم عفيف لأنه الوقت لا يسمح، الوقت لا يسمح بالنسبة للسد. Xavier Hernandez Crias, commonly known as Xavi Hernandez or simply Xavi, is a retired Spanish professional football player. He was born on January 25, 1980, in Terrassa, Catalonia, Spain. Xavi is widely regarded as one of the greatest midfielders of his generation. He spent the majority of his career at Barcelona, where he played a key role in the club's success during one of their most dominant periods. Xavi was an integral part of the Barcelona team that won numerous domestic and international titles, including multiple UEFA Champions League titles and La Liga titles. Known for his exceptional technical skills, vision, and passing ability, Xavi was the epitome of the modern playmaker. He possessed an incredible understanding of the game, dictating the tempo of play and orchestrating Barcelona's attacking style of football. Xavi's ability to control the midfield and distribute the ball with precision made him an invaluable asset to his team. In addition to his club success, Xavi represented the Spanish national team with distinction. He played a crucial role in Spain's triumphs at the UEFA European Championship in 2008 and 2012, as well as the 2010 FIFA World Cup, where Spain won their first ever World Cup title. After leaving Barcelona in 2015, Xavi played for Al Sadd in Qatar before retiring from professional football in 2019. He has since transitioned into coaching and is currently the head coach of Qatar Stars League club Al Sadd. Xavi's contributions to the game, both as a player and now as a coach, have solidified his place as one of the all-time greats in football history. His technical brilliance, leadership, and footballing intelligence continue to inspire future generations of players.